لو كملت الفيديو ده للآخر ما تلومش غير نفسك. في ناس بتقول إن كل اللي عارف عن حكاية الكتاب الملعون حياته اتغيرت للأبد. مهما حاولت تتخلص منه الكتاب بيرجع، بيظهر تاني حتى لو حرقته أو مزقته. مستعد تواجه لعنة مش هتسيبك؟ أنا اسمي سليم، عايش لوحدي في بيت قديم. كل ليلة بحس إن في حاجة بتراقبني، أصوات همسات، ظلال بتتحرك في الضلمة، وكل ما أحاول أنسى الرعب بيزيد. كل ليلة بسمع ضحك غريب، ولما أقوم أدور مين مفيش حد. بس الليلة دي شفت وش غريب بيضحك لي من آخر الممر، عينيه كلها سواد. وفي ليلة لقيت إعلان عن كتاب ملعون، بيقولوا اللي معاه يقدر يسيطر على الكائنات الغريبة. جبت الكتاب وكل ما حاولت أتخلص منه بيرجعوا تاني. حرقته رجع سليم، مزقته لقيته على سريري الصبح. أول ما بدأت أقرأ في الكتاب كل حاجة حواليا اسودت. حسيت بحاجة بتسحبني من رجليا لتحت السرير، وصرخت بأعلى صوتي. لقيت نفسي بقول اسم الكتاب من غير ما أقصد. كل مرة أحاول أمحيه بيرجع، وأحس إني بتغير من جوايا. صحيت الصبح لقيت الكتاب جنبي مكتوب عليه: اللعبة بدأت يا سليم. بس أنا بقيت جزء من اللعنة. كل ما حد يعرف عن الكتاب اللعنة بتنتقله. مهما حاولت تتخلص منه الكتاب بيرجع وبيفضل يطاردك لحد ما تبقى زيه. في ليلة اليوم التالي كانت ليلة مختلفة. وأنا ماشي في البيت سمعت صوت خطوات تقيلة جاية من ورايا، وكل ما اتحرك الخطوات بتقرب أكتر. فجأة المراية اللي في الصالة اتكسرت لوحدها، وطلعت منها إيد سودة طويلة حاولت تمسكني. حسيت إني مش لوحدي، في كائنات بتراقبني من كل زاوية. في الصبح صحيت على همسات والكتاب الملعون جنبي. حاولت مزقه بس كل صفحة بترجع تاني. شفت ظلي في المراية، مش أنا، مخلوق بعيون حمرة وابتسامة شريرة. صوت جوايا قال: دلوقتي بقيت واحد مننا. سليم اختفى، والكتاب فتح على اسم جديد، اسمك أنت. لو كملت القصة اللعنة بقت عندك، ما تحاولش تهرب. لو وصلت لحد هنا ولسه عايش يبقى أنت واحد مننا. لو عايز تعرف نهاية اللعنة اشترك في القناة، بس خد بالك كل مشترك جديد الكتاب بيكتب اسمه في صفحاته. مستعد تكون ضحية جديدة؟ دوس اشتراك لو تقدر.